الاكل بتقول تحت فين؟ تعالى تعالى يلا تعالى ولاد تعالى يلا. شيلي هتنزل مش الاكل تعالى ينزل شوف تحت. هم ينزلوا بقى ما ينزلوش اللي يلا يلا ولاد. دخلهم ده ما انت كله تاكل سوا بس طلعوا. هننزله تحت بقى ولا ابلق ما انزل يلا رمزي. انزل يلا رمزي. يلا متقرب محمد. الله ابو محمود. هتلاقي فلان هنا وكل واحد ياكل اللي قدامه. كل واحد ياكل اللي قدامه. قاعدين محمد عودي يلا يا حاج عشان احنا هناك. ما تنزل يا باشمهندس. انزل اسمع الكلام. انت يا خالد. ماشي احسن ما تعملش حاجه بقى خالص يا حسن خالص. يا حاج باشمهندس مش راضي ياكل. لما نخلص المهم ما تاكلوش الاكل كله. على خط المعلم سيف. المعلم سيف معلم سيف يعني ما هو بقى قام بدور سيف النهارده. بقول لك ايه يا حسن، انت اللي استنتجت ايه من هذا الحوار اللي دار النهارده ده؟ عيلتنا اللي احسن ولا المسلسل اللي اتفرجت عليه؟ عيلتنا. ليه بقى؟ لاننا مش بناخد حقنا بايدنا. اه بناخده بالادب ببقنا بكل حاجه بكل الطرق بس ما بنسيبش حقنا. ما بنسيبوش ومش بالايد. وما بنعملش الغلط. ولا بنروح كبريات والحاجات دي. والحق حق والباطل باطل. صح. وما نرضاش بالظلم. صح. وانا بعمل دور هنا. وما ينفعش نشتغل بالربا. وكلنا اخوات وحبايب. صح. وسيف العمده الاناه. امال ايه يا احمد فين؟ انتوا مش رجاله قاعدين بتعملوا اهو شغالين على اكل عيشكم وايامكم بيضه ومش عارفين تجيبوا هدوم العيد وشحاتين وعاملين فيها معلمين وقاعدين في بورصه يجي 10 رجاله ومش عارفين. الحمد لله ربنا ساترها معانا بالقوه والناس فاكره ما هنا وهناك. دورم انت معاك لوكيشن يا دورم؟ لوكيشن ليه؟ تليفون نوكيا. طب قول له ابعت لك اللوكيشن على العربيه. اللوكيشن عليه؟ على العربيه. معاه تليفون على واتس يا دورم. يا دورو انت جيت المنصوره المحروسه قبل كده ولا ما جيتش؟ لا نمشي اهو. جيت المنصوره قبل كده ولا ما جيتش يا دورو؟ يا دورو انا الحاج عبد المغيث اللي معايا الحاج جعفر العمده اللي معاك يا دورو. يا دورو بقول لك انت جيت المنصوره قبل كده ولا ما جيتش؟ طيب السواق اللي معاك فين يا دورو؟ انت معاك سواق ولا ماشي صامت؟ ايوه معايا سواق. امال مين اللي سايق؟ انت اللي سايق يعني؟ لا سواق. طب ما تديني السواق كده يا دورو. ده انا قاعد لما دورو يجي واصور واعمل معاه لقاء. ده احنا في قمه التكنولوجيا. الو. ايوه يا حاج سلام عليكم. سلام ورحمه الله. بقول لك يا حاج الوقت انتوا فين؟ شوف مين احنا دلوقتي على بنها الحر فاضل 15 كيلو على بنها الحر على فاضل لي 15 كيلو وابقى نفس بنها الحر على بنها. قال لا يعني انت لسه ما جيتش من بقى لسه ما نزلتش نزلت بنها المنصوره؟ لسه بنها فاضل لها 10 كيلو اهو اليافطه اهي 10 يعني انت نزلت من على الاقليمي؟ انا على الاقليم اهو. طيب ماشي انزل بقى وخد نزله المنصوره وافضل ماشي في وشك لما تيجي عند كوبري صندوق كلمني وانا اوديك المزرعه على طول جنب المكتب على طول تنزل وتعبي وتروح بالسلامه. انت اسمك ايه؟ اسم ابراهيم يا فندم. ودور انت معاك تليفون في تاتش يا عم ابراهيم؟ لا تليفوني زراير برضه. طب ودور مع التليفون اللي معاه اخباره ايه؟ ينفع تبقوا شغالين مع المعلم سيد زكريا وشايلين تليفونات زراير؟ ده الناس بتمشي باللوكيشن. لا ان شاء الله هنجيب. اما تيجي ان شاء الله اقابلك ونبقى نظبط الكلام مع بعض. ماشي يا حبيبي ماشي يا دور ماشي يا عم ابراهيم تيجي بالسلامه. كل واحد ما كملش ال 40 سنه واسنانك وقعت. ايوه يا حاج معلش اسنان رجالتي وقعت يا حاج. امورني يابا. يا حاج
والله السوق يا حاج تعبان، السحب تعبان، بس نأمل انه يتحسن اليومين الجايين دول والسوق يرفع ان شاء الله بإذن الله. ادعوا عليكم بالدعاء وان شاء الله ربنا يفرجها وهيحصل سحب كويس والدنيا هتظبط بإذن الله. انا رايح اعمله يابا. حاضر حاضر ماشي يابا. اتفضل اطلب اتفضل. خط المهم يا عم احلى خط. لما انا اديك خط وادي اللي قدامنا خط، وامك ام عبد الرحمن شايله 4 خطوط، وامك ام محمد شايله خطين، وام يوسف شايله خط، ويوسف شايل خط، وجودي شايله خط، وعائشه شايله خط، وانا شايل خط، وعبد الرحمن شايل 2، وخالك سمير شايل خط، ومحمد عمر شايل 5، واسلام شايل 5 4، ومحمد عمار شايل 4، وعمك محمود شايل 2. انا شغال في شركه فودافون سعادتك، ولا انت مفكر نفسك سيف ابن الحاج ابن المعلم جعفر العمده بحق؟ بص انت اديت الحسن خط على قده وانا هاخد تليفون كم خط فعلا كل ده؟ برضه يا عم رجب. لا، انت عايز خط ايه عشان اجيب لك يا خط رجب. صحيح؟ 4 7 4 8. يا رجب 11 ماشي دول 11 ماشي. مرضي. سمعت يا عم رجب؟ معلم محمد عمر ده الوحش بتاعي، ده الوحش. عايزين تخلصوا على المربين اللي في الجمهوريه، يخلص عليهم عشان تعرفوا ان احنا بتوع فراق. اي نعم اكتر من 1000 جعفر، عشان ما حدش يقعد يقول لنا جعفر وبتاع. كله بيجري على اكل عيشه. 4 نايمين هناك ظروفهم تعبانه، اللي عايز يخلع سنانه واللي عايز يجيب هدوم لعياله، وانا عيل عايز خط، وده واحد عايز يبيع فراخه ومفيش بيع ولا شراء والدنيا خربانه، انا عايزه تليفون والسحب تعبان، مش عايزين الناس تخسر، وحسبي الله ونعم الوكيل. او في اي حد يظلم حد بقى. خد يا حاج 170 جنيه الرجاله لا، جوه. 170 جنيه الرجاله جوه شغالين. الاربع رجاله 170 جنيه اللي فاضلين منهم يعني كام؟ بعد مرتباتهم. بعد مرتباتهم المعلم جعفر العمده يلبس الجلابيه النهارده ويقعد يتصور، يجي يلاقيكم شغالين ب 170 جنيه 4 رجاله. انا مالي. كل شقه 42 جنيه. كل شقه 42 جنيه، مش هيكفوا ال 42 جنيه. ربنا عنده العوض، ربنا اللي يوزع الارزاق. مش كنت باعت لك انا 100 خط يا محمد نبيعهم؟ طب هم فين؟ ما تجيب لي محمود خطين كده منهم نزعهم في مكتب. قول لي بقى انت عايز ايه يا حسن؟ انت جبت هدوم العيد ولا ما جبتهاش؟ وما جبتهاش. ها؟ جبتها. جبت هدوم كام طقم يعني بالصلاة على النبي كده؟ بكام الطقم يا حسن ما تعرفش؟ ما جبتش حاجه. ايه؟ لا امك جت معاك جابت لي. لا جابت طقم واحد. ليه ما غلهمش؟ الهدوم في المحلات زباله وغالية جدا 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 جدا، ده الحريم بتشتكي قوي. والله العظيم كل يا بيقولوا لي طقم العيال يا محمود اللي يخش في 700 وفي 1000. هدوم زباله الزباله اقل حاجه 380 370 اقل حاجه. يا عم ايه بقول لك طقم العيل لا بقى. انا بكلمك على مثلا لو جايبه بلوزه، جايبه حاجه فوق غير البنطلون طبعا غير الكوتش، بقول لك على سعر البلوزه، سعر بتاع قميص بتاع شميز، حاجات من دي 380 400 جنيه اقل حاجه. حاجات جديده اه عايز خط. احلى خط المعلم سيف. معلم سيف يعني ما هو بقى قام بدور سيف النهارده. بقول لك ايه يا حسن، انت اللي استنتجت ايه من هذا الحوار اللي دار النهارده ده؟ عيلتنا اللي احسن ولا المسلسل اللي اتفرجت عليه؟ عيلتنا. ليه بقى؟ لاننا مش بناخد حقنا بايدنا، بناخده بالادب ببقنا بكل حاجه بكل الطرق، بس ما بنسيبش حقنا، ما بنسيبوش ومش بالايد، وما بنعملش الغلط، ولا بنروح كبريات والحاجات دي، والحق حق والباطل باطل، صح وما نرضاش بالظلم، صح. وانا بعمل دور هنا، وما ينفعش نشتغل بالربا، وكلنا اخوات وحبايب، صح. وسيف العمده الاناه صح. كان عنده عيال في المسلسل يا حسن؟ كان عنده عيال في المسلسل؟ هو واحد عيل واحد اسمه ايه بقى؟ سيف. مين اللي خطفه؟ مرات ابوه. بلال. بس احنا مع بلال شام، بس خلي بالك احنا مرات ابونا ما بتخطفش حد. الحمد لله. مرات ابونا كلنا حبابونا. انا قلت حاجه
وعندنا عيالنا لحد ما اخطف ولا حد يجرؤ يخطف عيل من عيالنا. طب بقول بتوع الفراخ مستاهلين. ساعة ما ابنه اتخطف هو محرم على الناس كلها، عليهم كلهم الأربعة إن هم ما يخلفوش. ليه حرام؟ عشان اللي هيخلفهم هيطلقوا. لا ده يبقى حرام اصلا اللي يمنع خير ربنا حرام، ده حاجه حرام كمان. هم اخروا كمان فعلا. وازاي يبقى ابنه ضايع منه وما يرضاش يخليهم يخلفوا مكان يجيب عشان ما يتخطفش. 2 3 عشان ما يتخطفش يبقى اونطه، يبقى هو هفا. يبقى هفا وتفا. يشوفوا في يوم آخر يوم رغم ان دلال هتموت. دلال مين اللي هيموتها؟ هي هتموت وبلال شامة ده هيموت. ماشي. ومين تاني اللي يعرف واسمه على الواد التاني اسمه ايه؟ شوقي ده هيموت. ومحدش هيعرف ومحدش هيعرف ان هو اللي كانوا عارفين ان هو ابنه هو دوت اللي كلهم هيموتوا. طيب يعرف بقى مين ان هو بقى اللي هو ابنه؟ مين؟ من معلقه. من معلقه؟ انا اقول لك اهو. هيقعد على القهوه يقول له تشرب ايه يا معلم سيف؟ قال له اشرب شاي. فجاب له كوبايه الشاي وفيها المعلقه. بيقلب الشاي زي جعفر العمر، نفس التقليبه بتاعته. ام جعفر. يعني انت متابع؟ ام جعفر. حسبي الله. وانا بقول انت مقصر في الشغل ليه؟ ام جعفر عايش مع جعفر وواقف حله. ام جعفر عملت ايه اخرى؟ ام جعفر شافت الواد وهو بيقلب نفس تقليبه الشاي بالمعلقه. الحلقه اللي كانت بتاعت امبارح. قول انت رايك ايه يا حاج حسن؟ كده هيجي بلال شام هيجي هيمسكوا تاني. لا مش المرة دي، مش بلال شام. شوقي فتح الله هو اللي لما جعفر يمسكه هيضربه وهيخليه يقول مين ابنه وهيعرفه مين. ياي. ولما هيجي هيقولوا فين ابنه، هيقوم باصص لسيف. محمود عوض قاعد عندنا. ما يلودني. ايمن فراق. لحظهم بقى. وانت استفدت ايه بقى من المسلسل؟ ايه اللي استفدت؟ لكن انت مش متأثر بالشخصية؟ يعني انت حاسس ان هو بطل ولا حاسس ان هو بيظلم الناس عشان حرام ان هو ما يخليش مراته تحت. وايه كمان؟ وحرام ان هو يروح كبريهاته، وحرام ان هو عشان والحق حق والباطل باطل. تسلم يا بطل. يا عم ده انا طلعت جعفر العمدة النهارده، انت ما شفتنيش. ازاي يا جدع انت؟ انا طلعت جعفر العمدة الحقيقي. ولا بس سعره محمد بعيد. والولا سيف عرفت مين سيف كمان. شفتها والله ما شفتها. ده جم اللي استضافونا النهارده يا جدع، وكنت لابس الجلاباوي الابهام وطالع بالكلسون الاسود. الحقني بسرعه واعمل لي لايك وشير وقول الحاج عبد المغيث. يعني جعفر العمده الفراخ، يعني رئيس جمهوريه الفراخ يا بشر. ولو لقيت حاجه حلوه ابعت لي نوبك ثواب نعيد بيه. تعالى لي وانا اعمل لك احلى صيد. يعني ايه الوقت يا جماعه؟ الفنزات بتتصل عليا الوقت واجوز سواقها محمد عشان اروح افتن. تفتن؟ ما هو قاعدين كل شويه يطلبوني. انا كلمت عادل الجبال قال لي ساب. ممكن بعد بكره او ممكن بكره يلخبط بالليل. لا لو لخبط هنرتاح. لو لقيت على حسب بقى العرض على حسب الطلب والعرض. العرض مثلا العرض عامل ايه برضه؟ خف النهارده شويه. موجود بس كلها كلام صغيره. طب كويس، ده مؤشر ان السوق هيرفع والناس خايفه. الو. ايه يا عم مصطفى؟ حبيبي يا عم مصطفى. ماسك عربيه كتاكيت النهارده. فين؟ وطي الصوت يا حسن. بيغيروا الكتاكيت من بعضها، بيغيروا الصناديق ببعضها. يا راجل فين؟ هتدلني عليك حبه اكتر بالنهار، عارف ان انت نايم. ما صورتش ليه؟ على رأي المعلم محمود. والله دي الغلطه الوحيده ان انا بقى لا بعرف اصور ولا بسجل ولا بعمل الكلام ده. طيب كان ما يمكن كانوا بينقلوا كتاكيت من عربيه لعربيه ورايحين يودوها مكان واحد. كنت امسكهم وبلغ. انت مش عارف ان انا رئيس جمهوريه الفراخ؟ كنت بلغني وانا كنت جبت الحكومه والديوك والبرامر وجيت. الراجل
الراجل اللي كان بيغير الكتاكيت. ماشي يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. الدرمان اهو. انت بتتفرج على جعفر العمده؟ ربنا يروق بالك يا حاج. يعني انت بتتفرج عليه ولا لا بجد؟ انا ما بتفرجش، انا قاعد في الجامعه على طول. ربنا يرضيك ويوديك الجنه يا عم مصطفى. امين يا رب. ربنا يتوب علينا ويغفر لنا كلنا يا رب. يا رب يا رب. ربنا يديك الصحة. لا ده مش في دماغه خالص. ماشي يابا في رعايه الله. ماشي يا حبيبي. سلام. اسأل حسن ويعمل ايه يوم احمد حسن دي ايامه بيضه. قوم يلا نروح. ماشي. قول له بس قول له بس قول له انت بتعمل ايه في يومك؟ بأمان. العربيه المرسيدس بتاعتك فين؟ وعايز مش هتجيب لامك عربيه مرسيدس انت كمان ولا لا ايه؟ استنى، انا بعمل مصايب بس كده. انا بعمل مصايب. تعمل مصايب؟ طب قول بس قول يعني بتقوم من النوم تعمل ايه وماذا ستفعل وماذا تفعل؟ قوم من النوم بتعمل ايه؟ ماذا ستفعل؟ بنزل اروح لجعفر العمدة، اروح اقعد معاه ونقعد نتكلم شوية واروح له العربية المرسيدس، اروح له هناك على البيت واقعد. لا بجد جعفر العمده مين؟ مش عارف. انت مش انت اللي قايله لي هقول لك بتعمل ايه في يومك الحقيقي؟ الحقيقي. الحقيقي. انت ده كنت قايم بدور الوقت يعني. بعمل نصايب. نصايب. طب انت مش عارف ان النصايب دي غلط؟ وتعمل نصايب ازاي يعني؟ بمعنى ايه نصايب؟ بمعنى ايه يعني بتعمل ايه غلط؟ انت عارف ان انت بتعمله غلط عشان تغيره. يعني النهارده غصب عني الزباله ايه؟ طارت من ايدي فبمسكها قامت جايه في وش الراجل. كده انت اللي رميتها في وش الراجل. طالما غصب عني ده هيبقى حرام وغلط. طب انا عايز اعمل البث بتاعي دلوقتي.